السلام عليكم، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده ان شاء الله يا ربي. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم فيديو جديد ووصفات جديده ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم مقيله ديال الكبده دبيبي، واحد الشرموله كتعطيها بنه كتجي زوينه صراحه، وفطيره يعني في الفران باللبن والعصير ديال الخيزو والليمون. نخليكم معايا من الاول حتى الاخر باش تشوفوا الطريقه والمكونات. اول حاجه غادي نبدا بها، ندير الكسرونه هذه. هنا كنشحط فيها البصله. دابا غادي ندير مطيشه طوماط سوريز. بالنسبه انا كتعجبني في لاصوص ديال البيتزا اولا اي صوص هكا، كتعجبني كتعجبني الطوماط سوريز، كتجي حلوه. كنزيد عليها شويه، نزيد عليها زيت الزيتون، شويه ديال القزبور محبوب، شويه ديال الابزار، شويه ديال الملح، الزعتره، شويه ديال الزعتر، ثم غبره. غادي نزيد شويه ديال الماء صافي، وغادي نسد عليه الخلاط. بالنسبه للعجين ندير بيضه. بسم الله. ندير ثومه غبره، شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، شويه ديال القزبور محبوب يابس مطحون. غندير تقريبا واحد 3 المعالق كبار ديال الزيت الزيتون. نخلط شويه، غنضيف كاس ونص ديال اللبن. اللبن هذا كيخليها هشيشه، كتجي رطبه بزاف اكثر من القياس. هاد كاس ونص مع الهضره مشيت صافي. كاس ونص كما قلت لكم، هذا اللبن يعني كيخليها كتجي هشيشه، كتجي رطبه بزاف. وصافي كنزيد الطحين يعني تدريجيا، يعني على حسب كنحصل على الخليط اللي بغيت. خصها تجي قاصحه بزاف، ما خصهاش عاوتاني تجي خفيفه، ما بين وبين بحال الشكل ديال الكيك. صافي حتى كتخرج لنا هذا الشكل. غادي نخليها على جنب. نسيت ما قلت لكمش بالنسبه للخميره، انا ما درتهاش دابا، انا خليتها من بعد. انا على ما نطحن لاصوص وهذا عاد غادي نضيف الخميره، حيت الا ضفت الخميره دابا انا ما غادي نجي فين نطحن لاصوص يعني حتى تفيض ديك العجينه. صافي هنا من بعد ما ديك الطوماط سوغيز ما طابت مع ديك الزعتره والزيت وديك شويه ديال الابزار، شويه ديال الزعتر، وداك القزبور حبوب يابس مطحون، درتها في هاد الهشوار وغادي نطحنها. قبل ما غادي نطحنها انا غادي نشد دوك العريشات ديال الزعتره اللي درت، كنحيد لهم هكا ديك العريشات، كنحيد يعني كنحيد العريشات، كنسل العريشات هكا بيدي باش كيتحيدوا، كيبقى دوك العواد يعني كيتحيدوا. صافي غادي نطحنها مزيان. هنايا طحنتها بلا ما صفيتها ما والو، صافي راه كتجي مطحونه، كتجي يعني زوينه.
وصافي دابا عاد غادي ندير الخميره. استعملت هاد المولده يعني في العبار ديالو 30 سنتيم. صافي فرغت فيه يعني هاد الخليط. من قبل بعدا انا درت فيه ورق مطبخ بابي كويسون. قطعته على الاطار ودهنته بشويه ديال الزيت يعني باش ما يلصقش. صافي وكبيت فيه داك الخليط وغادي ندير هنا لاصوص. بالنسبه للاصوص يعني ما وصلتهاش للجناب باش ملي كندخلها للفران يعني كتنفخ من دوك الجناب يعني كتجي بحال الشكل ديال ديك الدوره ديال البيتزا. صافي غادي نفرغ كامل داك لاصوص اللي عندي وغادي نحاول يعني نوزعو بمعلقه يعني بالظهر ديال المعلقه باش كيجي ما كيبقاش بحال هكا كان طالع. وغادي نزيد عليه باقي المكونات. خديت شويه ديال الكفته ديال الدجاج شحرتها في مقله مع الزيت وزدت عليها الملح والابزار خليتها تتشحرت مزيان وخليتها هكا طريفات ما فرتتهاش باش كيجيو دوك الطريفات ديال الكفته باينين. ونفس الطريقه اللي درت البصله. بالنسبه للبصله قطعتها هكا يعني مشنفه وقليتها حتى هي في شويه ديال الزيت مع شويه ديال الابزار وشويه ديال الملحه. وهنا يعني عندي فلفله خضراء وحمراء قطعتها حتى هي على شكل طولي. هي درتها هكا خضراء صحيحه يعني ما شحرتها ما والو. وصافي درتها بحال هذا الشكل وزدت عليها واحد الرشه ديال الزعتر. صافي غادي ندخلها دابا للفران يعني طيب حتى كطيب مره وغادي نخرجها من الفران غنحك لها يعني فرماج. بالنسبه للفرماج اللي استعملت يعني درت داك غاستروميكس ونعاود عاوتاني ندخلها غير تحمر يذوب داك الفرماج وصافي كتكون واجده. وهنايا صايبت العصير ديال الخيزو. هو خيزو محكوك حكيتو فهاد الحكاكه رقيقه صراحه. هاد العصير هذا كيعجبني بزاف كيفكرني في ايامات ديال الطفوله كيما فاش كنا كندوزو على العيد مع والدينا هذا. بصراحه انا كيعجبني بزاف. كان يعني كنصايبو يعني كنصايبو بحال هكا في رمضان وكانوا ماشي ما كناش كنحطو يعني في الفطور في المائده ديال الفطور لا كنخليوه حتى السحور مع الطويجين كيكون طايب عليه يعني على الفحم. وهذه صراحه رمضان مع الوالدين شي حاجه واعره. الحياه كل واحد يعني فين كتلوح الظروف كل واحد يعني ما بقاوش ديما صغار. صافي هنايا كما كملتو يعني حكيتو حكاكه رقيقه. غادي نزيد عليه الليمون وسنيده اللي بغاش ما يديرهاش السكر سنيده. المهم انا صايبتو كيما كانت كتصايبونا الوالده يعني كانت هذه هي هذا هو العصير المفضل يعني عند الوالد الله يرحمه ويرحم جميع موتى المسلمين. يعني تحطي ليه اي حاجه اخرى يعني هذا هو العصير اللي كيعجبو بزاف. غادي نزيد شويه ديال الليمون صافي. غادي نغطيه في السلوفان ورق السلوفان وغادي ندخلو للثلاجه حتى يبقى بارد حتى يوصل المغرب ان شاء الله. وصافي بالنسبه لهاد الخبيزه ديالنا ولا فطيره ولا بيتزا سميوها كما بغيتو. المهم انها كتجي صراحه بنينه وكتجي هشيشه. من بعد ما طابت كما كتشوفوا يعني خرجتها من الفران وهنايا كنحكو عليها الفرماج. صافي غادي نردها الفران غير تحمر داك الفرماج ويذوب. صافي غادي نطفي عليها الفران غتكون واجده ان شاء الله. ودابا غادي ندوز باش نصايب معكم بقيله ديال الكبده ديال البيبي. لا فيها مهيله بصله مشلده رقيقه
نزيد عليها شويه ديال الزيت، شويه ديال المليحه، وغادي نخليها تشحر. صافي من بعد ما كتحمر البصله شويه ملي كطيح كتبان، غادي نزيد عليها فلفله الوان، فلفله خضراء وحمراء. غادي نخليها حتى هي تسحر شويه على الجبال، نخليها طير. عاد غنضيف باقي المكونات. صافي ندير مثلا شويه الفلفله مع البصله، نزيد عليها كبده ديال بيبي ديال لبن بعد بطبيعه الحال غسلتها مزيان وقطعتها كطريفات صغار. بالنسبه للعطريه شويه ديال الابزار، زبور مطحون يابس، شويه ديال الحار اختياري، وغادي نزيد اللوف ديال الحامض مصير مع داك الماء ديالو، وغنزيد نعصر عليه واحد نص حامضه، وشويه ديال الرقيق. غادي ندير شويه ديال المعلقه ديال هاد ديال الصوص ديال الفلفله، ونزيد شويه ديال الماء. طيب صافي دابا غادي نزيد عليها شويه ديال الكمون. وكيكون هادو هما الوصفات اللي وجدت معكم. بالنسبه لنا الكبده درتها في هاد الطبق هذا ديال التقديم، زينتها بشويه ديال قزبور قطعته هكا، وغادي نضيف عليه شويه ديال زيت الزيتون. صراحه الكبده هذه كتجي مواسيه مع الحامض وزيت الزيتون، كتجي بنينه، غير جربوها ان شاء الله غادي تعجبكم. وصافي هذيك البيتزا ديالنا حتى هي وجدات، كتجي هشيشه بزاف وفي نفس الوقت كتجي بنينه. والعصير حتى هو ديال الخيزو والليمون. بالنسبه قبيله قلت لكم كان كنا كنوجدوا في رمضان، عوض ما نقول رمضان قلت العيد. اسمحوا لي غلط، ما تبديوش عليا مع راكم عارفين مع الصيام والهضره تلفت. المهم كما قلت هذا العصير هذا كان كتصايبوا لنا الوالده ملي كنا ديك الساعه صغار، كنا كندوزوا معاهم رمضان. كانت كتصايبوا لينا في كتصايبوا قبل الفطور،
كتوجد كلشي قبل الفطور، ولكن ما كناش كنحطوه في مائده الافطار حتى يعني كنتسحروا به مع الطاجين بطبيعه الحال. كيجي صراحه لذيذ وزوين. وكيكون هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى التشجيعات ديالكم، ما تنساوش تضغطوا على زر الاعجاب وتفعلوا الجرس. بالنسبه للناس اللي اول مره كيشاهدوا القناه او لا الناس اللي اشتركوا جداد في القناه، كنبغي نقول لكم شكرا لكم ومرحبا بكم والف مرحبا. كنتمنى ان شاء الله تخليوا لي كومونتير وتجربوا هذه الوصفات ان شاء الله ويعجبوكم. والى فيديو قادم بحول الله.